انا ما غاديش نضيع لك وقتك. هذا الفيديو غادي نعطيك الدليل الشامل في كيفاش تخلي ريحتك زوينه كراجل. وما تنساش الصيف على الابواب، يعني الريحه الزوينه حاجه ضروريه. قبل خلي معك لايك وابوني. يلا نبداو. الخطوه الاولى الدوش كل صباح. هاد الخطوه ضروري منها فاش كيتعلق الامر بالريحه الزوينه. الجسم ديالنا كيعرق وسط النعاس، داكشي علاش غير تفيق دوش، وماشي غير اجي ودوش وتقول انا خد ريحه زوينه. فراه ضروري ما تخدمش غسول ديال الجسم اللي ريحته زوينه، فراه الماء بوحدو ما كافيش. وركز الساط على الابطين ديالك وتا اللعبات ديالك، حيت هاد البلايص منها كتخرج الريحه الكريهه بزاف. وندوزو للشعر اللي ضروري حتى هو تغسلو، وحاول تنقص من الشامبوان كما كنقول ديما في اي فيديو ديالي. وخدم شي بلسم ولا شي زيت اللي ريحته زوينه بحال الزيت ديال جوز الهند. وبطبيعه الحال ما نساوش السنان راه هاد رمضان اللي داز انا شخصيا عانيت معاهم بزاف، مع الناس اللي ما كيغسلوش سنانهم. ما بغيتكش تكون فحال ديك النوع اللي وقفتي معاه يهرب منك. فراه الريحه ديال الفم الخايبه كتكون في اللسان ديالك، داكشي علاش ركز حتى لسانك تغسلو مزيان. وندوزو للحلقه ديال المناطق ديال الرجل. ضروري كل 15 يوم تحسن داك المناطق السطات، حيت كل ما كثر الشعر كل ما لقات البكتيريا فين تسكن وتتكاثر، وبالتالي غادي تولي عندك ريحه قبيحه ديال بصح، وحتى واحد ما غادي يبغي يكون حداك. ونمشيو لي ديودورون لي بارفان. وكون فحالي خلي الناس تسولك اش من ديودورو كدير، وحاول كل خرجه كنتي خارج اولا من كل ورا دوش ديرو في الابطين ديالك اللي محسن، كاين نيفيا وتا اكس واللي كيخلي ريحتك منعشه وزوينه. وتا الا كانوا عندك فلوس تقدر تزيد مع شي بارفان اللي زوين. وكما كنعرفوا على لي بارفان كل ما حطيتي فلوس اكثر كل ما خديتي ريحه زوينه اكثر. بحال كريد، هاد النوع ديال العطور كيخلي الناس يوقفوا معاك بلا ما يتقلقوا، وبالعكس كيبغيو يوقفوا معاك باش يشموا داك الريحه ديالك الصاد. واللي بارفان اللي خاصك تعرف عليها الصاد عندها مناطق معينه فين كترشها، بحال رش 2 مرات على الرقبه ديالك ومره على المعصم ديالك وواحد الرشه في الصدر ديالك. وهنا غادي نقول لك وصلنا للاخر ديال الفيديو. اللي عنده شي فكره ولا اي حاجه يخليها ليا في الكومنت. اللي بغيت تواصل معايا انستا غتلقاوه في اول كومونتير. شكرا على المشاهده. تهلاو.